السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو البيتي فور المنتظر يا جماعة وصل بالسلامة الحمد لله. احنا هنعمل البيتي فور السنة دي على طريقتنا بتاعة كل سنة، مفيش فيها اي اختلاف، مقادير مظبوطة ومضمونة بفضل الله. ولو انتي اول مرة تعملي البيتي فور هينجح معاكي من اول مرة وانتي مغمضة. ليه؟ لان المقادير بتاعتنا مظبوطة ظبطة السنين، الخطة اللي بنمشي عليها كل سنة. تعالوا نشوف ايه هي بقى الخطة بتاعتنا دي. عندي مثلث سميناه مثلث الرعب، القاعدة بتاعته 4 كوبايات دقيق، نصهم كوبايتين زبدة، وعلى رأس المثلث كوباية سكر بودرة. ده المثلث بتاعنا اللي هنمشي عليه. وهنزود 3 صفار بيض عشان يخلي لي البيتي فور ناعم جدا، وهنزود بيضة كاملة بياض وصفار عشان البياض يخلي البيتي فور شوية متماسك، ما يفرفتش منك ولا يبقى ناعم زيادة عن اللزوم. ما بنحطش يا جماعة فانيليا، ما بحطش بيكنج باودر ولا اي حاجة تخلي البيتي فور رسمته تفرش منك ولا يطرد الزبدة بتاعته في الفرن. اول حاجة لو هتشتغلي بالعجان او بالمضرب الكهرباء، الزبدة خلي بالكم انتوا هتلاقوا المقادير بقى دلوقتي وانا شغالة زيادة، لان ضاعفت المقادير، لان البيتي فور بتاعي بيخلص قبل العيد يا جماعة. فانا ضاعفت المقادير اللي انا وريتها لكم مثلث الرعب ده، ضاعفت المقادير يعني ضربتها في 2. كده الزبدة اول ما تدخل في المضرب بالشكل ده تبقى لسه ما وصلتش للقوام المطلوب. ننزل كوباية السكر البودرة عليها ونخليه سكر البودرة يحنن الزبدة شوية. بصوا خليكوا فاكرين تاني، بقول لكم انا مضاعفه المقادير. اول ما السكر البودره يتضرب مع الزبده بيطريها ويحننها كده بالشكل ده يا جماعه، بتديني قوام كريمي جدا جدا. بفضل اضرب فيها لغايه ما الاقي القوام بقى ناعم جدا. انزل بالثلاثه الصفار بيض ورا بعض كده. وكان عندي روح الموز من ساعة ما كنت بعمل الكحك، قلت احط شوية من روح الموز دي الصغنونة دي، لكن فانيليا لا، بيكنج باودر لا. بعد كده البيضة الكاملة البياض والصفار، وافضلي اضربي لغاية ما يديكي قوام كريمي ناعم جدا. هنا بقى دور الكف، لان احنا ما بنعجنش، انا عايزة الكف يلملي العجينة بس على بعضها، مش اكتر من كده بس يا ستي. ولو انتي بتضربي بالمضرب الكهرباء، اول ما تحطي الدقيق لمي بايديكي. تمام كده، اديني بقولك كل صغيره وكبيره عشان البيتي فور ينجح معاكي بامر الله. بصوا بقى العجينه هشه وطريه، ولو ضغطتي عليها ناعمه خالص ازاي، بصي عايزه تجري من بين ايديا. ما شاء الله، شايفين المقادير بتاعتنا ولا كلمه. بعد كده خدت نص العجينه بس في بوله لوحدها، والنص التاني سبته في العجان زي ما هو. ضفت عليه كاكاو خام، وبضيف كمان ربع كوباية لبن علشان اعمل كمان عجينة بالشوكولاتة. بضربها بالشكل ده لوحدها. يبقى انا قسمت العجينة نصين، نص خليته بره لوحده الفتحة، والتانية حطيت عليها الكاكاو الخام. ولازم تحطي لبن علشان تفضل العجينة طرية، ما ينفعش ازود كاكاو واسيب العجينه كده هتنشف مني. دي كده البلبله بتبقى رقم 360 او 358 اللي بتعمل لك شكل بيتي فور المحلات بالظبط. بعد كده بجيب كيس الحلواني، الكيس التقيل، لان دي عجينه مش كريم شانتيه. كل ده من محل مستلزمات بيع الحلواني. بحط الاول بقى، شوفوا لي بقى الطريقه دي، بحط البلبله الاول وافضل ازقها لغايه اخر الكيس بشويه. خلاص علمت معايا كده، واروح مرجعاها لورا وقصه، وارجع اطلعها تاني. مش عايزه يطلع من البلبله غير السنون بس هي اللي تبان. اوعي الكيس يوصل لنص البلبله، مع ضغطه العجينه هيتقطع منك. فيدوبك سنون بس البلبله هي اللي تبان معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم بارك يا جماعه، العجينه مش مستحمله، روعه. بصي بقى بشمر الكيس على ايدي كده ازاي، واخد حته عجينه من الفتحه واحطها جوه الكيس، واضغط كده لغايه ما توصل لي لحرف البلبله بالشكل ده. اوعي تملي الكيس عجينه، شايفه بحط بس قد ايه، لان تاني دي عجينه مش كريم شانتيه. اضغطي كده لغايه، بصي العجينه ما شاء الله، شايفه بتجري ازاي، شايفه الجمال والحلاوه. يلا بينا البيتي فور بتاعنا، بسم الله ما شاء الله بيتكلم اهو. شايفه العجينه عامله ازاي، وكمان انتوا عارفين ان انا ما بقدرش اضغط على ايديا، ومع ذلك العجينه نازله ناعمه وانسيابيه جدا جدا وحاجه روعه. في المرحله دي بقى بنشغل الفرن على درجه حراره 160 او 170، ما تزوديش عن كده، يعني درجه حراره متوسطه تحته مروحه. ما بحبش البيتي فور اصلا ياخد لون، يعني سيبيه فاتح زي ما هو، المهم ان من تحت يكون استوى. ده شكل الصاج
بصوا اللهم بارك، شايفين شكله بيضحك ازاي؟ روعة روعة روعة. يلا بينا يدخل على الفرن على طول. في نفس الكيس مطرح العجينة الفاتحة هحط العجينة اللي بالشوكولاتة. هينزل لي كده ايه بتاع صف او صفين بيتي فور. في من ده على ده. كنا زمان بقى ايه لما امنا بقى وست الحبايب تعمل لنا الحركة دي، كنا بنتخانق على البيتي فور اللي هو اسمه المموه او الملون ده. كان هي دي بقى حلاوة البيتي فور. بصوا بقى ازاي هوريلك الشكل ده وهرجعك للذكريات الجميلة. بصي هي دي بقى، ياخد له صف صفين كده على ما العجينة الغامقة تبقى تنزل كلها غامقة. ده بقى حلاوته ده، لا بنزوقه ولا بنحط عليه شوكولاتة ولا اي حاجة. دي كده زي ما هي كده وبيتاكل اول ما يخرج من الفرن على طول. بصوا خلاص العجينة ابتدت ايه، هتبتدي تنزل شوية بشوية غامقة اهو. مطرح البلبله بنيم كده العجينه بصباع ايدي بالراحه كده عشان تديكي شكل حلو. وده كده كمان الشوكولاته، طبعا انا مضاعفه الكميه فعملت لي ما شاء الله كميه كبيره جدا يعني. بصوا الجمال، زي ما بقولكوا والله يا جماعه من جماله ما بيستناش. شايفين درجة حرارة 170 تبقى مظبوطة جدا كده، لسه طالع من الفرن حالا. شايفة استوى، شايفة البيتي فور لا فرش ولا الرسمة راحت ولا حجمها زاد، زي ما هي بالظبط اللهم بارك. وطالع ناعم ومش مستحمل والله زي الفل. دلوقتي بقى كده دي اللي بشوكولاته، ودي كمان الفاتحه. شايفين شكله عامل ازاي؟ بصي روعه. تقولك كده ايه، انا مش عايزاكي تزوقيني، كليني زي ما هي كده ما شاء الله عليها. ودلوقتي بقى نسيبه يبرد خالص وبعدين نزين. جبت حاجة التزيين كلها من عند حراز، الشوكولاتة البيضة الخام والشوكولاتة الدارك، وجبت فرمسال الوان وفرمسال شوكولاتة، وجبت كمان الخرز ده استعملته في الغريبة وعايزة تزيني بيه في البيتي فور والشوكليت شيبس. كل ده من عند حراز، لان حراز يا جماعة مش مجرد عطارة وتوابل بس، كل حاجة انت محتاجاها في مطبخك هتلاقيها عند حراز شيخ العطارين. خدت الشوكولاته الخام دي لوحدها في بوله ودي لوحدها في بوله، ويا اما تسيحيها في الميكرويف او على حمام مائي. وبعد كده جبت بولتين صغننين كده وبحط في واحده فرمسال ملون الالوان، والتانية هيتحط فيها الفرمسال الشوكولاتة. وبقيت انا كده مستنية البيتي فور يبرد. اوعي تزوقيه وهو سخن، الشوكولاتة هتسيح. بس كده يا ست الحبايب، واحنا كده جاهزين بقى عشان نشتغل. طلعي الفنان اللي جواكي واعملي احلى بيتي فور. انا بلزقه بالشوكولاتة لان المربى بتخلي قلبه يطرى، تخليه يرطب، ولو عامله كميه كبيره بيطرى منك ما بيبقاش حلو. فالزقيه بالشوكولاته احسن، وكمان بتدي طعم حلو جدا. بصوا بجيب مثلا 2 كده هوريكوا كده طريقه، وانتي بقى براحتك كل واحده براحتها. لمي ولادك جنبك وعرفيهم يعملوا ايه، ويلا خليهم بقى يحسوا بالعيد وفرحه العيد معاكي. حطيه بقى كده في الشوكولاته. بصوا شكلها عامل ازاي. مش ده بقى اللوكس الممتاز اللي بيدفع فيه مبلغ وقدره عند الحلواني؟ لا يا ستي، ولا لوكس ولا مبلغ وقدره. هنعمل شغل الحلوانية البروفيشنال على ايدينا. ما تنسيش المقادير بتاعتنا كانت مثلث الرعب. 4 كوبايات دقيق، نصهم كوبايتين زبدة، نص الزبدة كوباية سكر بودرة، عليهم 3 صفار بيض، وعليهم بيضة كاملة البياض مع الصفار، مش اكتر من كده. وانا حطيت روح الموز، ممكن تحطي روح جوز الهند بتيجي من عند العطار برضو، بتدي البيتي فور ريحة وطعم في منتهى الجمال برضو حلوة، وهي ما كانتش عندي بصراحة يعني. فانت ممكن روح جوز الهند، ممكن روح الموز، بس بلاش فانيليا. الفانيليا شوية بتأثر على البيتي فور انه ممكن يفرش معانا. السايلة والبودر مش البودر بس. وفي الاخر عملت طبق بيتي فور رائع. تخيلي نص الكمية دي لو هتجيبيها من بره هتدفعي فيها كام، ومن حلاوته كمان هيتاكل ويخلص قبل ما العيد يجي. ألف هنا وشفا ليكم جميعا. عملنا شغل العيد السنة دي من الألف للياء على ايدينا واللهم بارك. كل حاجة طالعة ترند معانا، كل حاجة طالعة مظبوطة جدا بفضل الله وبفضل دعمكم وبفضل تشجيعكم ليا. واللي يعمل حاجة من شغل العيد يبعت لنا الصور على رسائل الصفحة عشان أعرضها لكم على الشاشة في البرنامج إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وسلام عليكم.